بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله بقى مليان طاقة ايجابية. حلقة النهاردة ان شاء الله هتبقى حلقة مهمة، حباكي تسمعيها للنهاية. بس قبل ما نخش في الفيديو، لو انتي اول مرة بتشوف القناة عندي اتمنى طبعا تشتركي، وفضلا وليس امرا انزلي يا قلب اختك كده حطي لي اللايك على الفيديو لو عجبكم واستفدتوا مني بحاجة بسيطة، فانزلي حطي لي اللايك على الفيديو. حلقة النهاردة ان شاء الله هنعمل كده كام حاجة، وكمان ازاي هنتلاشى خالص موضوع الاحتباس الحراري عند الفراخ. بصوا بقى، هنا مبدئيا كنت بقول لكم انا هبدأ انضف الجزء اللي هو اتوسخ معايا، بس يعني مش بشيل كل الفرشة. شايفين بقى في عندي جزء محطوط عليه شكارة وجزء لا، فانا بدات اشيل الجزء اللي هو فيه الشكاره، واللي هو الجزء اللي هو مش عليه الشكاره بدات ان انا اشيله بسكينه المعجون. عادي خالص بتتشال بكل سهوله معاكي. بس الصراحه انا بالنسبه لي الشكاره احسن، الشكاره احسن، لان قلت لكم هي بتحافظ على على الارض عندي. لو انتي بتربي مثلا في مكان برضو في اوضه كده ولا حاجه وعايزه تحافظي على، ممكن برضو تبداي ان انت تفرشي الشكاير، ومش شرط ان انت تخليها جنب بعض كده زي ما انا عامله. يعني حطي شكارتين 3 برضو هيحافظوا معاكي على على الارض. باذن الله برضو هبقى اوريها لكم برضو لما نخش في الصيف الجامد هعمل ايه، لاني انا برضو الارض مهما يكون هتبدا تطلع شويه رطوبه كده هتطري على على الفرخه عندك. فبرضو الشكاير انا برضو لوقتنا هذا برضو عشان بقول لكم انا المكان عندي حلو. انما لو انت بتربي فوق السطح على طول كده حطي على الارض وفرشي شويه تبن ونضفي يوم في يوم، مفيش مشكله خالص. انما انا عشان بربي في شقه والشقه ماهيش حر جامد فالدنيا عندي متظبطه، فعشان كده انا حاطه شكاير على الارض. تمام، يبقى احنا اول حاجه كده لما طلعنا بصيت كده شفت الفراخ محتاجه ايه، لقيتها محتاجه شويه نظافه، جزء بس بسيط والله يتنضف. بدات اشيل الجزء اللي هو مبلول وبدات احط الجزء النظيف ليهم. بدات كده نزلت بالاكل. هقول لكم دلوقتي انا حطيت على الاكل حطيت خلطه اعشاب. النهارده حبيت احط بقى حاجه تنفسيه، عشان زي ما قلت لكم الفرخ احنا عايزين نتجنب خالص موضوع الاحتباس الحراري ده. الاحتباس الحراري ده لما بيجي حبايبي، في ناس ساعات تقول لك الفرخة لونها أحمر خالص. ما هو سبحان الله هو الاحتباس الحراري بيجي عند الفرخ كده غير الإنسان. فسبحان الله احنا جسمنا بيبدأ ان احنا نعرق، فبالتالي طبعا الفرخ غيرنا خالص. الفرخ بتبص تلاقيه بيجي الاجهاد الحراري ده او الاحتباس الحراري، بتبص تلاقيه معاكي الفرخ بصي بقى عبارة عن دم، يعني الدم تجلط فيه. فانتي لازم ان انتي تبداي تظبطي الدنيا دي. وطبعا الدم مش بيبدأ يوصل للدماغ عند الفرخ، فبيبدأ الفرخ معاكي تبص تلاقيه بقى مفرهد، رامي دماغه ومش قادر يقوم، بيموت يعني. تمام، وممكن فعلا ان هو يموت، لان سبحان الله اخطر حاجه في فصل الصيف بتقابلك هو الاحتباس الحراري. بحاجه بسيطه ان شاء الله ممكن ان انت تظبطي الدنيا دي عندك. هنا زي ما انتم شايفين برضو بدات انضف للكتاكيت الصغيره، وفرشت لهم برضو شكاره كده. بس شويه هبدا اشيل الشكاره دي وهسيبهم ان شاء الله على فرش التحضير بتاع العمر الكبير، بس عشان هم لسه صغيرين يعني. المهم اتأكدت بقى ان كل حاجة تمام. نزلت بخلطة النعناع الفريش، شوية نعناع كده فريش على الاكل ليهم. حابة تحطي شوية توم باودر تمام، بصل باودر برضو تمام. تجنبي خالص موضوع البصل والثوم والكلام الحاجات اللي هي الحامية دي في فصل الحر الجامد. لو انت عندك المكان حلو ابدأي، مفيش مشكلة خالص. ابدأي ان انت انزلي بخلطة البصل والثوم. ممكن بالليل بقى، يعني ان هم ياكلوا الخلطة دي فترة بالليل بس، او بالصبح بدري خالص من بعد صلاة الفجر. يعني المهم ان هو في الوقت اللي ما يكونش فيه الشمس حامية عليهم خالص. خدي بالك برضو من نقطة، الاحتباس الحراري او الاجهاد الحراري بيبدأ كمان يعمل معاكي حالة جفاف. بتبصي تلاقي الفرخ معاكي رجله كده تحس ان هي كشه معاكي، زي ما كنت قايله لكم قبل كده. الفرخ بصي مش قادر يعمل اي حاجه، ففعلا بتجيب له حاله جفاف، لان الفرخ بيفقد بقى حاجات كتيره من جسمه. فاحنا طب عايزين نعوض بقى الحاجات دي كلها، هنبدأ نعوض بفيتامين سي وكمان محلول الجفاف. محلول الجفاف ده برضو يبقى معاكي، برضو كل فترة كده تحطي كيس محلول جفاف على رتل المية، الفرخ يبدأ يشرب منها. طيب يا حبايبي، برضو محلول الجفاف ده فايدته اولا محلول الجفاف ده عبارة عن مية وجلوكوز كده، مية وبتدي طاقة كده للكتكوت. الجلوكوز ده حلو جدا طبعا
للكتاكيت، وكمان في سكريات بقى ومعادن وحاجات من دي، فبتبدأ تعوض الطائر من الحاجات اللي هو بدأ يفقدها. فحلوة جدا برضو اللي هو محلول الجفاف. طيب برضو عايزين نتكلموا في حاجة، ازاي برضو تتجنبي موضوع الاحتباس الحراري ده. لو عندك شفاط حطيه في المكان، الشفاط ابدأي بقى ركبي شفاط كده في المكان، او ممكن ان انت تعملي مروحة بس ما تخليهاش مباشرة على الفراخ. بصوا هنا انا كنت بقول لكم انا شلت كل حاجة من على البطارية، اي مشمع اي فرشة. هنا الشباك انا فاتحاه، شايفين انا عاملة الشباك فانا عاملة هنا الشباك بالسلك اهوت، فطبعا الدنيا عندي زي الفل. باجي بالليل بسك كده عادي مفيش مشكلة، لان الجو بالليل برضو بيبقى كويس طبعا عن النهار كتير. المهم ان انا عايزاكي تظبطي الدنيا، تنضفي المكان، تبداي ان انت تنزلي النهارده بالنعناع. حاجه كمان خدي بالك منها برضو، ازاي تتجنبي بقى الموضوع ده كله. زي ما قلت لك ركبي شفاط او مروحه. هنا برضو الروتين برضو بحب اوريكم. انا كل يوم لازم اغسل السقايات، كل يوم يعني مش يوم ويوم، لا كل يوم لازم تغسلي سقاياتك كده وتعقميها علشان تتجنبي، عشان يا حبايبي نتجنب خالص موضوع السموم الفطرية. النظافة النظافة النظافة. طيب وهنعمل ايه كمان؟ هنقلل العدد. يعني لو انت بتجيبي 10 كتاكيت خليهم 8. يعني بص انا كل فيديو هقولك كده عشان برضو الناس اللي اول مرة بتسمعني، قللي عدد الكتاكيت. كمان هما بيقولوا المتر بياخد 10 في 10 في فصل الصيف. لا انا الصراحة يعني ولا صيف ولا شتاء، انا بحب اوسع كده في الصيف على قد ما اقدر ان انا اوسع المكان عندهم. تمام. فخلي بالك التوسيع هيفرق معاكي في فصل الصيف، وكمان قللي العدد علشان خاطر يبقى فيه اكسجين عندك في الاوضه. بدات حطيت النهارده، حطيت القرص اللي هو قرص فيتامين سي، بيتباع في الصيدليه البشريه، تبداي تجيبيه هو اساسي. حطيت قرص على 4 رتل للفراخ الكبيره، ونص رتل على 2 رتل للفراخ الكتاكيت اللي عندي. فيتامين سي دوت مش بيشتغل معاكي بس للاحتباس الحراري، لا ده ليه بقى فوائد لا تحصى ولا تعد. فيتامين سي ده هيخلي معاكي الفرخ نشيط، وهو اصلا فيتامينات فالفرخ برضو محتاجها. وكمان بتظبط معاكي درجة حرارتك، وكمان فيها حمض الفوليك. حمض الفوليك ده اللي هو بيقاوم أي ميكروب أو أي حاجة، وكمان حلو جدا في عملية التنفس. كالسيوم بيظبط معاكي زي ما قلتلك حرارة الجسم. بيحافظ على بناء العظام عند الفراخ. نقص الكالسيوم، الناس اللي بتشتكي إن الفرخ مش قادر يقف كلام من ده، حلو جدا. بتخلي الطائر معاكي نشيط كده وبيقاوم أي مرض، فحلو أوي. ومضادة للأكسدة. يعني بصوا هو فيها حاجات جدا وبروتينات، فهو حلو جدا معاكي. فيتامين سي ده في منه اللي هو في الصيدلية البشرية، وفي منه بيطري لو عايزة تجيبي كيس مفيش أي مشكلة خالص، أو عصرة ليمون. بس طبعا فيتامين سي دوت هيبقى أحسن. دي كانت حلقة النهاردة، يا رب فيديو النهاردة يكون عجبك واستفدتي مني بحاجة بسيطة. وفي نهاية الفيديو يا حبايبي لو عجبكم الفيديو أتمنى طبعا تدعموني باللايك. أشوفكم إن شاء الله بكرة في فيديو جديد. مع السلامة.